كناريا اتشاجرت مع أخوها اللي اتهمها باللامبالاة وكان لسه هيضربها، بس فجأة ظهر سيزر ومسك إيديه بسرعة ومنعه من ضربها وطرده لبره. وكانت كناريا مش مصدقة إن هو أخيرا رجع، واطمن سيزر على درجة حرارتها وكان سعيد إن صحتها بقت أفضل. فافتكرت إن أثناء مرضها كان في حد دايما بيطمن عليها، وسألته إذا كان هو الشخص اللي كان جنبها في مرضها، بس هو اتحرج جدا وأنكر إنه كان هو. وليلتها بيكون في احتفال في القصر، وبيظهر سيزر ومعاه كناري، وكانوا داخلين للحفلة مع بعض، وكل الحضور كانوا بيتهمسوا بإن الأمير هيطلقها قريب. وبيظهر فرسان سيزر في الحفلة وبيعرفها سيزر عليهم، وبيكون ميلر مش طايقها أبدا. وبتسمعهم كناريا وهم بيتهمسوا بإنها ما حضرتش حفلة الترحيب بالأمير، وإن هم اعتقدوا إنها مش هتحضر النهاردة كمان. وبيفكروا بعض بإنها كانت نفس البنت اللي سابهم سيزر وركض وراها من 9 سنين، فوقفوا سيزر عن الكلام عنها. وطلب سيزر من كناريا إنها تنتظره لدقايق لأن في مكان لازم يروحوه مع بعض، وبتنتظره فعلا وهو بيمشي. وبتحس كناريا بالإحراج لأن كل الحضور كانوا بيبصوا لها جامد. فجأة بيظهر قدامها نواه وبيسلم عليها. في اللحظة دي بيسمعوا هما الاتنين بعض الهمسات بإن كناريا وأخو زوجها أصبحوا شريكين منذ رحيل الأمير الأول. فبيغضب نواه جدا، بس كناريا بتهديه وبتطلب منه إنه ما يهتمش للإشاعات. فبيقول لها إنك أختي وطبيعي إن أظهر مع أختي. فطلبت منه إن هو ما يتضايقش، اقترحت عليه إن الأفضل ليهم إن هما يغيروا مكانهم. بس وهما بيتحركوا افتكرت سيزر اللي قال لها ما تتحركيش من مكانك. ولما بيرجع سيزر فعلا مش بيلاقيها، فبيبدأ يدور عليها. وقتها بيسمع الهمسات بأنه واضح إن في بينها وبين الأمير التاني شيء، وبيسمع كمان إنها المفروض تضع مسافة بينها وبين الأمير التاني لأن الأمير الأول رجع خلاص. وطبعا سيزر بيتضايق جدا من كل الكلام اللي بيسمعه ده، وفضل يدور عليها. وفي الآخر لقاها بترقص مع نواه وكان شايفهم من بعيد، فحس بالصدمة وقعد لوحده وكان حزين. فجأة ظهرت كناريا قدامه وسألته إذا كان انتهى من اللي هو بيعمله، وهو اتفاجئ وفرح في نفس الوقت إنها جاتله، بس دار مشاعره ومدت له إيديها علشان يخرجوا للشرفة. وأول ما بيخرجوا بيفتكروا ذكرتهم فيها مع بعض قبل مغادرته للحرب بأيام. فجأة بتشتغل الألعاب النارية وبيبدأوا يستمتعوا بجمال المنظر. وفضلت كناريا تفكر إن سيزر فعلا رجع وهي لسه موجودة معاه وما حصلش الطلاق ما بينهم، وإنها في الواقع ما كانتش عاوزة تبعد عنه أبدا. وقال لها سيزر إن هو لما كان في الحرب فكر كتير جدا إن هو لازم يرجع حي، وقال لها عن السبب، بس هي ما سمعتهوش بسبب أصوات الألعاب النارية. فتوقعت إن هو كان عاوز يقول لها إن هو عاوز يرجع علشان ما يسمحش للإمبراطورة إنها تستولى على كل شيء وإن هو ينتقم منها. ولما بصت له بعدها حست إن هو وجهه مرتاح. وبيظهر الإمبراطور وهو بيتكلم مع الدوق لانكستر اللي هو والد جيرسي بإن الوقت حان لتصحيح الغلط اللي حصل من 10 سنين، وإنهم يصبحوا عيلة واحدة لتقوية جذورهم. وبنروح لقصر الإمبراطور وبيكون سيزر مدعو لهناك، وبتكون دي أول مرة يتم دعوته فيها لهناك. وبيدخل سيزر عليهم وبيكون والده ووالدته في انتظاره، وبيتفاجئ جدا لما بيلاقي إن جريسي هي كمان موجودة معاهم. وبيقول له الإمبراطور إن جريسي هي اللي كانت المفروض تكون هنا من البداية، وعرض عليه إن هو يطلق كناريا ويتجوز جريسي، وإن مفيش داعي إن هو يشفق على كناريا أبدا لأن اللي بتدعمها هي الإمبراطورة. طبعا سيزر بيكون مصدوم جدا من الكلام، وبيقول له إن كناريا ما عملتش أي شيء غلط وإنها بريئة من كل الإشاعات دي. فبيثور الإمبراطور عليه، بس سيزر بيقرر إن هو ينهي اللقاء معاه وبيخرج. وخرجت جريسي وراه وقالت له إن والدك أخد قراره بشأن جوازنا، وإن والدي ووالدك شايفين إن إحنا متشابهين، بس في الحقيقة إن أنا كمان ما عنديش أي رغبة في الجواز منك، وإن أنا عندي خطط تانية لحياتي. وقتها بتفتكر جملة كناريا ليها بإنها تصبح دوقة بنفسها، وحس سيزر من كلامها إنها فعلا بتخطط لشيء آخر. وأنهت معاه اللقاء وسابته ومشيت. وأمر سيزر الخدامة إنها تجهز العربية لأن هو هيروح لقصر كناريا حالا. وبتظهر كناريا وهي قاعدة على البحيرة وبتصطاد، وبيبان عليها الحزن، وبتفتكر والدتها اللي زارتها في الصباح وبلغتها بإن تمت دعوة جريسي لمقابلة سيزر، وإن الإمبراطور بيخطط يجوزهم لبعض، وأمرتها بإنها لازم تتصرف علشان ما يطلقهاش. فحاولت كناريا إنها تهدي نفسها وتنسى كل الكلام ده، وبدأت خادمتها إنها تطمنها بإن الأمير مش هيتخلى عنها وإن دي مؤامرة وأكيد الأمير رفض العرض ده. في اللحظة دي بيظهر سيزر من وراهم وبيرد بإن هو فعلا رفض العرض. فأغمى على الخدامة وقتها من المفاجأة، وبيقعد معاها سيزر وهي بتصطاد وقال لها واضح إنك مسترخية. فردت عليه بإننا بنعيش مرة واحدة فبحاول إن أنا أكون هادية. وفجأة وهي بتصطاد كانت هتقع في البحيرة، بس سيزر لحقها وسحبها لعنده. وبعد كده قال لها إن تمت دعوته على العشاء مع جريسي وإن الإمبراطور بيرغب في جوازنا. وبسرعة قال لها ما تغضبيش وإن أنا بالفعل رفضت. بس كناريا ردت عليه بمنتهى الهدوء إنها مش غضبانة
وإنكم انتوا الاتنين مناسبين لبعض جدا. فاستغرب سيزر جدا رد فعلها وعدم اهتمامها، وبغضب قال لها إنها مش هتكون محظية ليه. فقالت له يبقى إحنا الاتنين لازم نتطلق، ومسكت إيديه وقالت له إن هو ده الجواز العادل، وإن أنا هعيش بسلام وإنت أكيد هتكون سعيد. كل ده وسيزر كان بيبص لها باستغراب، وكان متضايق جدا من اللي هو بيسمعه منها. وفجأة بعد إيديها عنه بغضب، وكان باين عليه الحزن، وسابها ومشى. وهي كانت مستغربة جدا غضبه وحزنه، لأنها هي دي الأحداث اللي كانت حصلت في الرواية فعلا، وإن ده المفروض إن هو هيحصل. وبيعدي 3 أيام من وقتها من غير ما يتقابلوا أبدا، وذكرة وجه سيزر الحزين ما كانتش بتفارق خيالها، وكانت مستغربة رد فعله جدا. فأخدت القصة الأصلية اللي كتبتها بنفسها علشان ما تنساهاش، علشان تراجع الأحداث، وقالت لنفسها إنها بالفعل اتجنبت خطر قطع راسها وأصبحت صديقة لسيزر، وإن حاليا هو الوقت لتقرب سيزر من عيلة لانكستر، وإن أسرع طريقة هي جوازه من جريسي. واستنتجت إن رد فعله كانت كده لأن هو رجع بدري سنة كاملة، وقررت إن الوقت لسه بدري إنها تتكلم على الطلاق، وإنها هتفضل معاه لفترة أطول. بعد كده بتيجي جريسي لزيارة كناري، فبترحب بيها كناري، وكانت معتقدة إنها هتطلب منها إنها تتطلق من سيزر بهدوء. بس هي بتتفاجئ جدا لما بتقول لها جريسي إن الأمير رفض إن هو يطلقك، وبتتوقع جريسي من رد فعل كناريا إنها ما تعرفش أي حاجة حصلت. وفاجأتها هي كمان، وقالت لها إن هي كمان مش عاوزة تتجوز الأمير. فاستغربتها كناريا جدا، وسألتها يعني أنت مش عاوزة تكوني إمبراطورة؟ فردت عليها جريسي بإنها مش عاوزة تعيش في خطر، وإنها تكون مهددة طول الوقت بإسقاطها من العرش. وقالت لها إن قوتها الخاصة هي هتصنعها بنفسها، وإنها ما عندهاش النية إنها تتجوز من جوزها، ونصحتها بإنها تحاول تحافظ على مقعدها. فبغضب قالت لها كناريا إنها مش متضايقة أبدا من فكرة الطلاق من سيزر، وطالما هي رفضته فهي بنفسها هتعرض على أي سيدة أخرى الزواج منه. فضحكت كريزي على كلامها وسألتها عن سبب غضبها، فأنهت كناريا معاها اللقاء بحجة إنها متعبة. ولما بترجع جريسي لقصرها بتلاقي ابن عمها منتظرها، وسألها عن خطة جوازها من الأمير، فردت عليه إن الأمير متردد في الجواز مني، فبيرد عليها بإن ده جواز هيحقق المصلحة للطرفين، وقال لها بإن هو سمع إنها بالفعل قريبة من الأمير. فصارت جريسي عليه وقالت له إن كل الكلام ده غلط، فاعتذر لها رايموند وطلبت منه إن هو يقبض على أي شخص ينشر عنها الإشاعات. وبعد ما ودعها ومشى فكرت بإنها فعلا مش عاوزة تتجوز الأمير، ولا هو كمان عاوز يتجوزها، وبالتالي فهي مش هتتنازل أبدا عن ميراثها. وبنروح لسيزر في مكتبه، واللي كان غاضب جدا وبيفتكر كناريا لما طلبت منه الطلاق، وبيلاحظ فرسانه حالته السيئة، وبيتوقع راي إن ده أكيد بسبب إن هو وزوجته هيتم بينهم الطلاق قريب علشان يقدر يتجوز من ابنة الدوق. بس جاكس بيقوله إن في زوجات كتير لما بيخرج أزواجهم للحرب بيحصلوا على راجل تاني وبيفارقوا أزواجهم، وإن زوجته أكيد لقت راجل تاني. فبيتضايق زيزر جدا من كلامه وبيكسر القلم في إيديه، وبيفتكر الإشاعات اللي سمعها عنها هي ونواه، بس بسرعة حاول يلغي الفكرة من راسه، وقال إن هو متأكد من قلب نواه طيب، وإن هو بس كان بيعتني بكناريا مش أكتر. وطرد جاكس من الغرفة. ولما خرج جاكس قال له راي إن هو لما اتقابل مع السيدة كناريا اتأكد إنها مش بتفكر أبدا غير في مصلحته. ففكر مع نفسه لدقايق إن هو كان لازم يديها فرصة تكمل كلامها، وإن هو ما كانش فيه داعي إن هو يسيبها ويخرج بالطريقة اللي عملها دي، وقرر إن هو لازم يرجع لها ويتكلم معاها. وبمجرد ما خرج من مكتبه سمع صوت بينادي عليه، وبيتفاجئ جدا لما بيلاقي إنها كناريا، وقالت له إنها جات لزيارته وطلبت منه إن هو يخرج معاها. فبيوافق بسرعة وبيخرج معاها فعلا، وبيقول لنفسه إنها أكيد ما كانتش جادة في طلب الطلاق. وبيبان إن كناريا فكرت كتير إذا كانت تروح له أو لأ، وفي الآخر قالت لنفسها إن هو لسه زوجي، وراحت له فعلا. ولما شافته وهو خارج من مكتبه ندهت عليه وخرجوا مع بعض. في الأول راحوا المطعم، وبعدها قررت إنها تعمل شوبينج علشان تعرفوا متعة التسوق، لأن في العادي بيتم إرسال التصاميم لأفراد العيلة المالكة علشان يختاروا منها. فقال لها إننا قدام محل بالفعل، بس لما لقيته من أملاك عيلة جريسي مسكت إيديه بسرعة ومشي، وقالت له إنها مش هتشتري أي حاجة من المحل ده. ففرح سيزر جدا من رد فعلها، لأن ده معناه إنها بتغير عليه. ودخلت لمحل تاني وطلبت من العاملة إنها تحضر ملابس ملكية للأمير. فاستغرب سيزر وقال لها إنهم موجودين هنا ليها هي، بس هي أصرت إن هو اللي هيجرب الملابس. ولما دخل لغرفة القياس طلبت هي من العاملة إنها تحضر لها موديلات حريم. وبمجرد ما مشيت العاملة سمعت صوت سيزر بيطلب من العاملة إنها تحضر له القميص، فأخدته كناريا بنفسها علشان توصله له. وبمجرد ما بتفتح الستارة عليه بتلاقي على ظهره علامات جروح خطيرة، فبتتصدم من اللي هي شافته، وبيحس سيزر بالإحراج وبياخد منها القميص بسرعة، وبتقفل الستارة وبتفضل مصدومة لفترة. وبيبدأ سيزر يجرب موديلات كتير وبيختار منها البعض. ولما بيخرجوا
بيكونوا في طريقهم للقصر سألته كناريا عن المعاناة اللي شافها في الحرب، فاستغرب هو سؤالها ده فجأة. فبسرعة هي قالت له إن الحرب انتهت خلاص، وإننا مش في ساحة المعركة دلوقتي وتقدر إنك تعيش بسلام، ونصحته بإن هو ما يكونش متوتر لأن اللي عاشه زمان انتهى بالفعل، وإن هو يحاول يستمتع بحياته. وكان هو بيسمع لها وهو مركز جدا في كلامها. ولما بيوصلوا عند القصر اعتذر لها سيزر عن رد فعله في آخر مرة قابلها فيها، فقالت له إن أنا اللي كان لازم إن أنا أعتذر لك. فحاول إن هو يطمنها بإن لو في شيء هي بتخفيه فتقول له عليه، وإن هو هيتقبل منها أي شيء هي هتقوله له، وودعها ومشى. وهي بحزن فكرت مع نفسها إزاي هي ممكن تقول له إنها من عالم تاني وإنها عارفة كل اللي هيحصل في المستقبل. بعد كده بيظهر سيزر وهو في غرفته وكان بيحاول يرتاح، وبيفتكر جملة كناري بإننا مش في ساحة المعركة، وافتكر بإن هو كان من وقت بسيط جدا كان في مكان مليان بالدم، والناس حواليه بيموتوا في كل مكان، وهو نفسه اتعرض للخطر لأكتر من مرة. ولو ما كانش حذر على نفسه وعلى حياته، لأن هو وعد كناريا بإن هو هيرجع حي، كان ممكن يخسر حياته. واتسائل إذا كان فعلا هيقدر يعيش بسلام زي ما هي ما طلبت منه. وبعد كتر تفكير بيقرر إن هو يعمل بنصيحتها، وأول شيء إن هو ما يفكرش كتير وينام. وهنا إحنا خلصنا جزئنا، ما تنسوش الاشتراك واللايك. سلام.